بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال يا رب العالمين. وان شاء الله جمعة مباركة علينا جميعا، وتكون فيها ساعة استجابة. ربنا يستجيب فيها لكل دعواتنا، اللهم امين يا رب العالمين. واحفظ بلدنا واحفظ ناسنا، وحقق لينا جميع امانينا يا رب العالمين. فضلا وليس امرا، لو سمحتوا اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس، ويعملوا لي لايك وشير علشان القناة تكبر بيكم إذا سمحتوا. اعملوا لي الطلب ده. موضوع النهاردة عن الفنانة حلا شيحة. حلا شيحة أنا هسميها المترددة، اللي هي كل شوية بحال. مرة أنا مع التمثيل ومرة أنا ضد التمثيل، ومرة أنا مع الحجاب ومرة أنا ضد الحجاب. تحس كده ان في الاخر ان احنا مش فاهمين هي عايزة ايه بالظبط، او هي مش فاهمة نفسها هي عايزة ايه. آه عايزة تمثلي، طب ما تمثلي. عايزة ما تمثليش، ما تمثليش. عايزة تمثلي بالحجاب، مثلي بالحجاب. مش عايزة تمثلي بالحجاب وتقلعيه، اقلعيه. اصل ما فيش حد واسع على حد. بس لما تفضلي بالحجاب وتسيبي السينما، ما تشتميش بقى في زمايلك وتشتمي في الايام الضاله اللي انا عملتها والتمثيل والممثلين والكلام ده كله. وبعدين لما ترجعي بجرة اعتذار، الناس تقول لك طب خلاص يا بنتي، يا امرنا لله، ماشي، عايزه ترجعي ارجعي. يعني انت لا حد غصبك انك تمشي من التمثيل، ولا حد موت نفسه وقطع شرايينه عشان ترجعي التمثيل. يعني انت كده كأنك بتمثلي في الحقيقة. ما تقرري انت عايزة ايه وتستمري عليه. افكري الاول. وبعدين يعني 4 سنين، واقصى 4 سنين انا قضيتهم في حياتي ومش عارفه ايه، ان شاء الله. يعني هو كان في حد جبرك؟ ما كانش في حد جبرك. انت كنت بتطلعي بتصريحات فظيعة: انا ضد التمثيل وانا ضد مش عارفة ايه. حتى الفيلم اللي كان مفروض تكمليه مع تامر حسني ما كملتيهوش، وحطيتيهم في موقف محرج وبتاع. فانت متسرعة جدا ومترددة. على الله تكوني المرة دي فكرتي، علشان الناس بدأت تنسلك الادوار اللي انت عملتيها، ومش فاكرالك غير التصريحات بتاعتك. كل شوية تطلعي بتصريح: أنا همثل، لا أنا مش همثل، أنا جاية، لا أنا مش هجاية. ممكن جدا جدا زهقانة من التمثيل كنت قلتي مثلا أنا الفترة دي مش عايزة أمثل، فأنا هعتزل لمدة شوية مثلا، بحيث انك تسيبي الباب موارب لما تحبي ترجعي تاني ترجعي عادي. اصل انت دلوقتي رضيتي بتاع ده زمايلك في الفن، وهم طلعوا مخهم كبير ووافقوا كله، لكن هل انت رضيتي جماهيرك؟ ما رديتيهمش. ما هو الجماهير برضو ليهم حق عليكي من تصريحاتك. وبعدين تلبسي الحجاب، وبعدين تقلعي الحجاب وتمثلي شوية بالحجاب، وبعدين تقولي انا الحجاب ده عمري واساسي وحياتي والكلام ده كله. بعدين فجأة تقلعيه، وبعدين فجأة تقرري انا همثل. طيب ما هو انت الممثلين دول مش هيروحوا لك السينما عشان يتفرجوا على الافلام. الناس هي اللي هتتفرج على الافلام. احنا عايزين نعرف انت ليه سبتي الفن، وعايزين نعرف انت ليه رجعتي له تاني. انت المفروض تعملي مؤتمر صحفي للجمهور بتاعك اللي هو اصلا هيجي يحضر لك. انت إيه الفايدة ان انت رجعتي الفن والجمهور زعلان منك؟ طبعا يعني لان انت دلوقتي بدأتي تلخبطي في حق الحجاب ومش عارفه ايه، وقلعتيه وقلتي انا غلطانه ان اتحجبت وانا. طب يا ست الحلوين، ما هو محدش لبسك الحجاب. انت لبستيه بكامل ارادتك، وهو برضه قلعتيه بكامل ارادتك. فيعني يا ريت المرة دي تكون تالتة تابتة بقى، علشان بجد يعني ايه ما تخنقيناش معاكي ونبقى مش فاهمين انت عايزة ايه او بتاع. يعني انت ما عندكيش مثلا مثلا يعني افلام كتيرة ومسلسلات وحاجات.
هم حبة قليلين، ومع الوقت ومع ظهور ممثلات تانيين وكده بتتنسي يعني. فعلشان الناس ترجع تحبك تاني، انت لازم على الأقل زي ما انت اعتذرتي للفنانين تعتذري لجمهورك، وتقولي لهم انت سبب اختفائك ايه وسبب رجوعك ايه. ولو ممكن انك تشرحي لهم ايه الظروف اللي انت مريتي بيها، ما يمكن حد كان جبرك او ضربك على ايدك علشان ان انت تتفضلي بالحجاب وكده. وبعدين يعني انا بتمنى انك انت بعد كده لما تيجي تختاري حاجة تبقي مقتنعة بيها علشان تستمري عليها. وبالتوفيق ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وبتمنى الخير للجميع إن شاء الله. وأشكركم على حسن استماعكم، ومش هفكركم اشتراك في القناة ولايك وشير. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.